صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال على احلى متابعين. بحبكم في الله. بصوا النهارده بقى، يعني ايه؟ لا انا ما روحت اشتري البانيه حرام، يعني 220 جنيه كيلو. حرام. قلت قررت ان انا مش هشتري جاهز. انا هجيب فرخه، اخد منها الصدر وعين الوراك لطبخه تانية. 220 جنيه ايه؟ حرام يعني. 220 جنيه اذا كان كيلو الفراخ كلها على بعضه 110. جبت فرخه حلوه، الصدر يكون بتاعها كبير اهم حاجه. وقلت هعمله انا. خليت بتاع الفراخ طلع لي الصدر لوحده وبقيت الفرخه لوحدها. مفيش اي مشكله، مش هيقول لا. ماشي. لازم كده نحسب الاكله قبل ما نعملها عشان ندبرها ونوفر ونحاول نلم الدنيا في الايام اللي احنا فيها ديت. ربنا وحده هو اللي عالم بينا وعالم باللي احنا فيه. فلازم نحسبها كده ونوفر، نحاول الحاجه اللي نوفر فيه. بصوا بسم الله ما شاء الله. وعايزه بقى تستفادي بالصدر يكون بيقطم كده ومش ما بيشدش معاكي. هاتي الصدر قبليها بيوم حطيه في الفريزر وبعدين طلعيه واشتغلي عليه. خلاص. عندي بصله مبشوره كبيره، عندي طماطمايه مبشوره، عندي قرن فلفل احمر مبشور، عندي فصين توم، 3 فصوص يعني نص معلقه توم. توم بقى مع التوابل تحفه. وعندي كمان ايه؟ ليمونتين معصورين. بصوا التتبيله دي والبانيه ده، صدقوني من جماله ومن سهولته هتعملوه كل يوم. لا عندك بقى لا بيض ودقيق وبقسماط، الفيلم اللي احنا بنعمله ده. عندك التوابل بقى، شويه توابل حلوين كده. كلكم على كاري، بصل بودر على توم بودر، توابل فراخ، 7 بهارات. ماشي. عندي توابل شوي كنت جايباها، كل ده من عند العطار سايب. ماشي. وفلفل اسمر. حطيت الملح بتاعي وهقلب بقى كل الخلطه دي. الخلطه دي بقى تنفع لحاجات كتير. ماشي. عايزه لحمه شاورما ماشي، فراخ شاورما ماشي، بانيه لحمه ماشي، بانيه فراخ ماشي. الخلطه دي سحريه. احط عليها بقى ايه؟ بشره جوز الطيب كمان. بشره جوز الطيب هتديها طعم وريحه. ما تكتريش، حاجه بسيطه قوي. خلاص. ادي كل التتبيله بتاعتي. احط بقى ايه عليها ايه كمان؟ استنوني. بصوا جمالها، بصوا تحفه. ولا الريحه بقى. هحط كمان عليها بيضتين، بيضتين. اه. انا عندي البيض طبعا هحطه بعدين في البانيه مع الدقيق. لا انسي بقى الطريقه دي خالص وخليكي معايا بس للاخر وهتشوفي هنعمل ايه. طبعا البصل مع الثوم مع البهارات مش هتخلي الريحه للبيض خالص. توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تنسوش بقى لاولادنا اللي خلصوا الاعداديه بالدعوه، وولادنا اللي هيمتحنوا في الثانويه بالدعوه. ربنا ينجحهم وما تخيب لهم تعب يا رب ابدا. و... وندعي لاخواتنا الفلسطينيين ربنا يفك اسرهم ويجمع شملهم يا رب. هبدا بقى ايه؟ احط البانيه بتاعي في قلب التتبيله دي. تمام كده. مفيش اي حاجه هي صعبه ولا اي حاجه. كل الحاجات من البيت. ووفرنا حق البانيه الجاهز اللي هو ب 220 جنيه. لا انا لو عملت صدر الفرخه هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي نص نص وشويه. برضه هيبقى ارحم. ليه؟ عندي الوراك، عندي الكبده، عندي الحوايج بتاعتها. كل الكلام ده ممكن اعمل عليه صينيه بطاطس، اعمل شويه ملوخيه. عملنا من الاكله كام اكله. خلاص. ادي التتبيله اهيت. اغطيها بقى بستريتش كده، مش لازم تحطها في التلاجة. انت لو عاملاها من قبلها بيوم حطيها في التلاجة. عاملاها في نفس اليوم اعمليها في اول النهار وحطيها سيبيها على المطبخ. خلاص. بصوا الشكل، بصوا اللون، بصوا الخلطه تحفه. تحفه. ولا الريحه بقى ما اقولكوش. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله اعظم العزه والدم والحق الا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارزقنا من حيث لا نعلم ولا نحتسب. يا رحمن يا رحيم. عندي بقى الخلطة دي ايه؟ عندي كريسبي، باخده نعمه عشان بيبقى معضم قوي جامد لما بيتقلي هو بحاله كده. خلاص. وعندي عيش فينو كان مركون في التلاجة بايت، طلعته حمصته في الفرن وفرمته برضو. عملته ايه؟ في الخلاط. خلاص. في كبة الخلاط. وعندي كيس فيجيتار. كل الخلطة دي قلبتها على بعضها كده وهبدأ انزل بيها بايه؟ بالبانيه اللي اتبل.
فين الدقيق وفين البيض؟ ولا في دقيق ولا في بيض. سيبكوا بقى من الطريقه القديمه دي، اللي هنحط في بيض الاول وبعدين الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط. سيبك من الكلام ده كله. هي الخلطه مش مستاهله الكلام ده كله. ماشي. والكفر، اتحدى اي حد يقول ان الكفر هيقع من عليها. ماشي. ولا تقولي لي بقى الكفر خفيف ولا هيقع من عليها. بصوا بصوا المنظر، بصوا تحفه. تتبيله ماسكه نفسها. وبصي باخد كمان بالتتبيله، بالتتبيله عشان تدي طعم كده في الاكل. اهو. بسي جامد على قد ما تقدري تكبسي جامد، عشان ايه؟ تخلي فيها ايه؟ غلاف كده كويس. اهو. خلاص بقى، احنا يعني كنا واخدين على الطريقة القديمة، فكنا بنضيع وقت طويل في التتبيلة وفي الكفر عشان نعمل الكفر بيض ودقيق وبقسماط. سيبك من الكلام ده كله بقى. الطريقة دي، اعتمدي الطريقة دي، واحفظي، بس احفظي الفيديو عندك واعتمديه. مش هقول لكم التتبيلة دي بقى كمان مع الشاورما، مع شوية بصل بقى ايه كده حلقات، مع شوية فلفل، ما اقولكوش عليها. تحفة تحفة تحفة. اه. بصوا الجمال، بصوا اللون الاصفر ده تحفة. كمان الكاري مع الكركم حطاه على التتبيلة، مدي اللون الاصفر بتاعه. بصوا بصوا الجمال. احطه بقى ايه في الفريزر يتشمع شوية. عايزة تقليه على طول مفيش اي مشكلة، بس انت لو عاملاه قبلها بيوم او من بدري، عزومة ولا حاجة، تحطيه في الفريزر يتشمع وتبداي ايه تقليه. طبعا عندي الزيت بيكون سخن كويس جدا، وابدا انزل فيه ايه البانيه بتاعي. اهو. الكفر بتاعها هي ماسك جدا وجميل جدا وتحفه. هبدا بقى انزل ايه البانيه بتاعي كلته ايه في الطاسه. بني بقى مع شويه مكرونه، مع محشي، مع سندوتشات كده مع شويه بطاطس محمره. يعني هو ده اكل الصيف. النواشف اكل الصيف واكل المصايف واكل الرحلات. عايزه بقى ايه؟ تطلعي على البحر اخر النهار شويه، هتعمليه سندوتشات وتقضي يومك. هتعمليه واذا كنت خارجه هتعمليه وينفع معاكي غدا وعشاء. فالحاجات دي عيالنا كمان من هواة الحاجات دي في الصيف. تقولوا له بقى شويه طبيخ وشويه رز، يقول لك لا 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 بعيدي عني، عايزين محمرات. فاحنا ايه؟ هنشوف بقى ايه اللي ممكن يتعمل سندوتشات في الصيف ده بالذات، لان العيال بتبقى قاعده خلاص بقى عايزين يتسلوا، رايحين جايين عايزين ايه حاجه يتسلوا بيها. فالاكل ده بيبقى ايه خفيف وما بياخدش وقت وسهل. بقلب بقى ايه، يا دوبك تاخد وش واقوم قلبها، تاخد الوش التاني واقوم قلبها، طول ما انا واقفه كده عشان تستوي كلها في وقت واحد. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. بصوا اللون الذهبي بتاعه ده، بصوا اللون. بصوا. وبعدين احنا عرفنا ان الكركم فيه فايدة كبيرة جدا، فاحنا بنحاول ندخله في التتبيلات الكركم والكاري، عشان الحاجات ديت التوابل بيبقى لها ايه يعني البهارات العطرية ديت بيبقى فيها فوائد كتير قوي. الله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث الله المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. بصوا بصوا اللون بتاعه تحفة. أهم حاجة يكون الزيت بتاعك نضيف. ماشي. والغلاف اللي بتحطيه عليه يكون فاتح، يعني البقسماط ما يكونش غامق. بصوا بصوا الكفر بتاعه لا وقع ولا ساب اللحم ولا اي حاجه، وانا مقطعاها كمان رقيقه عشان ايه. بصوا الكفر، بصوا اللون تحفه. خلصت الكميه بتاعتي كلها اهي. ماشي. جميله جدا.
وادي عندي بقيه التتبيله اهيت، هحطها في كيسه واحطها في الفريزر، تنفع معايا لاكله تانية، مبرميهاش حرام، ده بصل وتوم وبيض كل ده بحطه في الفريزر. متنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت الحلو، بحب